نرجع تاني للدوره وللزمالك. لعبنا ماتش بعد تاجيل يوم، النتيجه احنا كمان اتكلمنا في الحلقه، النتيجه بسطت كل الناس من الاداء قبل النتيجه، الاداء قصدي نتيجه مش نتيجه عدد الاهداف، ما اقصدش ده، لا انا اداء المباراه، الاداء نتيجه ظهور اللاعبين ونتيجه اداء اللاعبين بسطت كل الناس، لان دي اول مباراه متشافه بالنسبه للعيبه. كل المباريات اللي اتلعبت كانت وديه هنا داخل اسماعيليه او خارج اسماعيليه داخل مصر، انما دي المباراه المتشافه مع فرقه قويه زي نادي الزمالك زي ما قلت لك. اديتنا مكاسب كتيره معنويه بالنسبه للعيبه، يعني اللعيبه عندنا درجه من الدرجه الاولى كانت بتشترك قدام الزمالك، ما بالك لعيب كان بيلعب في درجه اولى او في درجه ثانيه او ثالثه، فجاه بيلاقي نفسه بيلعب قدام نادي الزمالك وبمستوى الحمد لله راضي الناس كلها ومرضي بالنسبه للجميع. فانا بقول بالنسبه للمباراه اللي لعبناها مع الزمالك يعني في استفاده، ما حدش يقدر ينكر حاجه زي كده، بعيد عن النواحي الماليه والاداريه، دي حاجه ترجع لمجلس الاداره، اذا كانت الشركه اثرت او ما اثرتش دي ترجع لمجلس الاداره، هو شايف القرار المناسب لصالح نادي الاسماعيلي. انما في النقيض شفنا نادي الزمالك بيقول لك انا هرفع قضيه على الشركه الراعيه اللي هي عملت المباراه، يعني نادي الزمالك ما عجبوش كل حاجه ما عجبتوش، يعني اعتقد ان هو عنده حق في ده، انا ماليش راي، ما هي ترجع بس انا لما شفت اللي حصل في الجانبين وشفت ردود الافعال، احنا ازاي نعتبره هو نجاح من كل المقاييس؟ يمكن حضرتك عشان من داخل المصيل الاخضر بتقول ان النجاح له علاقه بانسجام اللعيبه واعتقد المهندس خالد يقصد كده برضو، ان احنا مكسب من جميع النواحي، ان احنا لعبتنا زي ما قلت لحضرتك يعني في اكتر من 11 لعيب الموسم دوت جديد على الفرقه، نطلع بالمنظر الايجابي دوت الفني في المباراه الزمالك الفني صح. هو اعتقد ان دي هي الفكره، والاقامه كويسه على فكره. انا سالت احد اعضاء مجلس الاداره قال له اقامه كويسه، هي الموضوع احنا مش طالعين يعني اسم النادي الاسماعيلي اكبر من ان اروح ابقى مطمن على اللعيبه هتقعد فين وايه اللي هيحصل. انا بتكلم في النقاشات اللي حصلت، تاجيل مباراه وهنلعب ولا لا مع نادي في الكويت وهنلعب مع الزمالك ولا لا، ومستنيين نتيجه رد الزمالك. انا شايف عدم تنظيم، انا موافق ولا مش موافق؟ يعني الزمالك كانوا لسه مستنيين رده، انا موافق العب مع الاسماعيلي تاني ولا لا؟ احنا مش هنستنى رد الزمالك، احنا يعني ضلع من اضلاع الثلاثه في الكوره، الاهلي والزمالك والاسماعيلي. انا فاهم، فاسم النادي الاسماعيلي اكبر من كل ده يحصل عليه. لا عندك حق، بس انا بقول برضو ان الشركه الراعيه عدم التنظيم والبلبله اللي حصلت في الكويت هي اللي ادت فرصه لنادي الزمالك يقول لك انا مش هلعب مباراه ثانيه ايا كان، سواء في الكويت مع فرقه كويتيه او مع الاسماعيلي، فهو اخذ قرار خلاص ان هو طبعا الله اعلم بالنسبه لهم الناحيه الماديه فيها مشاكل عندهم، ناحيه الاقامه في مشاكل، ناحيه الملاعب التدريب، لان سمعت برضو ان كانوا عاملين مشاكل في الناحيه الملاعب بتاعه التدريب، فكل الحاجات دي كلها ما عجبتش المدير الفني من البدايه. هو عدم تنظيم، انا شايف انه عدم تنظيم، فان ممكن يكون الشركه كمان في حاجه احنا ناسيينها، ممكن يكون كان تعاقد مع الاسماعيلي والزمالك على مبلغ معين، الاعلانات بتاعته ما جابتش المبلغ، التذاكر ما جابتش المبلغ. ذنب الناديين يعني، والشركه طلعت في تصريح قالت احنا مش بنهدف للربح من الدوره زي دي، طبعا يعني هم كاتبين او صادقين ده موضوعهم، لكن هو انا مطلع ناديين من اكبر الانديه في مصر لدوله في الكويت عشان هم يلعبوا مع بعض. لا ما اعتقدش هو الموضوع مادي بحت يعني، انا بقول لك التصريح اللي قالوه، فاحنا هنتغاضى عن ده رغم ان الموضوع يعني مفهومه غير كده طبعا. مين هيخسر في حاجه زي كده يعني؟ مين هيطلع اصرف ليه ومين يصرف من جيبه؟ لا ما اعتقدش، هو الموضوع ان مادي بحت يعني. بس في كل الاحوال انا كنادي زمالك او نادي اسماعيلي مش ذنبي اللي اتعمل فيا ده. ثانيا الاسماعيلي ما خدش كل فلوسه، انا فاهم، اتاخد شيك وبعد كده الشيك الثاني على ضوء المباراه الثانيه، والمباراه الثانيه ما اتلعبتش، فاذا ما فيش الشيك الثاني مش هيطلع، او هو المفروض يتاخد مبلغ، اتاخد نص المبلغ في شيك، والمباراه الثانيه هندي بقيه المبلغ، المباراه الثانيه ما اتلعبتش، فاذا الشيك الثاني مش موجود. فالله اعلم الناحيه الاداريه عندنا في النادي الاسماعيلي مجلس الاداره في ناحيه القضاء هل هيلجأوا ايه، انما انا بقول لك لازم يكون في ثوابت عشان اطلع مع شركه، لازم يكون عن طريق الاتحاد الكوره بعد كده، ولازم الشركه دي تكون معتمده، انا كنادي من تكون معتمده عشان كمان يوم ما يحصل حاجه زي كده اقدر اخد واقدر اقدم المساندات اللي عندي. يعني في كل الاحوال اللي حصل هو ما كانش ظريف في شكل النادي الاسماعيلي، يعمل دربكه الناحيه الفنيه للكابتن صبري وجهازه الفني كمان يعني. انا كلاعب لما يكون عندي النهارده تمرين عشان بكره عندي مباراه، وتيجي بكره الصبح حضرتك ككابتن مدرب تقول لي مفيش مباراه، ده هيبقى تمرين عادي، ده يعمل ايه في اللعيبه؟ ده حصل هناك. بتحضر نفسك المباراه، بتشحن نفسك سواء فنيا او ذهنيا، بتركز في المباراه، وبعدين تلاقي نفسك مفيش، وبعدين مفيش بقى تتاجل زي الزمالك يوم ده مفيش خالص واتلغت، فانت في ساعتها بتبقى عايز ترجع بسرعه بقى لبلدك، خلاص مفيش لعب وبتاع، زي ما الزمالك فكر كده، اخذ قرار من الاول ان مش هلعب تاني، واللعيبه عملت شنطها وحزمت شنطها وعايزه ترجع. فده غلط تاثير يعني. هو في الاخر هي كانت مباراه وديه وحيده بين الزمالك والاسماعيلي كان ممكن تلعب في مصر، ما كانش يعني نتيجه ده كله كان مش ظريف. لكن ايه المكاسب اللي ممكن يكون الاسماعيلي حققها في رحله الكويت؟ ما هي اللي بقول لحضرتك، هي مكاسب فنيه بحته، ان كابتن صبري وجهازه الفني اطمن على اللعيبه من سواء من خلال الاداء الخططي اللي شفناه، ملتزمين جدا في الناحيه الخططيه سواء هجوميا او دفاعيا، الناحيه البدنيه
شفنا حمص بيكمل النهارده المباراه كلها او مباراه الزمالك. شفنا عمر جمال في حالته الطبيعيه الحمد لله اللي هي كان عليها قبل الاصابه. ففي لا في مكاسب كبيره جدا. في مكسب كريم مسعد الباك ليفت لما يلعب مباراه كبيره قدام نادي الزمالك وجنبه سامح عبد الفضيل وبعض اللعيبه اللي هي الوجوه الجديده بتعمل مباراه كويسه قدام الزمالك، بتدي دفعه كويسه معنويه بالنسبه للعيب. يعني كابتن احمد، يعني مش ذنب، يعني انا مش هضغط على مش ذنب حضرتك حاجه في الموضوع، احنا بس بنتناقش. لا اتفضل. لكن بس دي يعني دي النتائج اللي بتقال من اول معسكر للسودان، اللي هو النتائج اللي بتتقال ان دي نفس النتائج اللي بنطلع منها في صف الفريق، ان الانسجام وان اللعيبه ظهرت، رغم ان كل ده كان ممكن يحصل في مصر. يعني عمر جمال كان ممكن يظهر كويس جدا في مباراه مع الزمالك. الخروج بره يعني الخروج بره اولا بيبقى زي ما بقول لحضرتك تغيير بالنسبه للملل، حاله الملل اللي جوه مصر الفتره ديت، انك عمال تلعب في اسماعيليه او في القاهره من غير جماهير وبتلعب في الخفا. اهميه حتى لو كانت وديه؟ لا بتبقى يعني انا عشان اشتغلنا قبل كده في نفس الظروف ديت مع كابتن حمزه في التليفونات بني سويف، كان جايبين عدد كبير جدا من بره فريق التليفونات، استقرينا على 4 لعيبه بس والباقي كله كان بره. التجانس ده صعب جدا عشان تقدر تحققه هنا، ما بالك تقدر تحققه هنا بيقعد معاك ممكن ساعتين التدريب، وممكن تعمل معسكر مفتوح لعيبه تمشي وتيجي. انما لما تطلع بره في الكويت تقعد اسبوع ليل نهار مع بعض اللعيبه، وده اللي انت محتاجه، تجانس خارج الملعب وتجانس داخل الملعب. تمام.